زي مثلا لو صاحبتك أو قريبتك بتهزر معاكي هزار فيه تلميح أو تقليل من الشأن في وسط الناس، وتضحك وتقول: بهزر معاكي يا بنتي، انتي قفوشة ليه؟ الست الرايقة مش بتزعق ولا بتبكي، هي بتسكت تماما وبتبص للشخص ده بنظرة حادة وباردة لثواني. النظرة دي بتنشف الدم في العروق، وبعدين بتقول بنبرة هادية جدا: ويا صباح الخير والسرور عليكم يا حبيبات القلب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في افضل حال. النهاردة احنا مش جايين نتكلم كلام عادي، النهاردة جايين نفتح الصفحة الأهم. هنتكلم عن أسرار الهيبة والوقار الشيك اللي هيخليكي في حتة تانية خالص. دايما بنشوف ستات أول ما يدخلوا أي مكان تلاقي الكل سكت، والكل بيبص ليها باحترام وهيبة، كلامها مسموع ورأيها بيمشي، والناس بتعمل لتصرفاتها ومشاعرها ألف حساب وحساب. وفي نفس الوقت هي ولا بتزعق ولا صوتها عالي ولا بتتخانق، قاعدة في قمة الهدوء والروقان وبتشرب قهوتها. يا ترى إيه السر؟ ازاي توصلي للمرحلة دي؟ ازاي تخلي القريب والغريب يفكر 100 مرة قبل ما يغلط فيكي أو يقلل من قيمتك؟ والنهاردة جايبة ليكي الخلاصة، 10 أسرار كاملة بالتمام والكمال، لو طبقتيهم هيتغير برستيجك تماما في وسط أهلك صحابك أو في شغلك. جهزي فنجان القهوة المظبوط وتعالي ندردش بشياكة. وأول سر يا بنات عشان يكون عندك هيبة هو إنك ما تكونيش كتاب مفتوح لكل الناس. الست اللي بتتكلم كتير وبتحكي تفاصيل حياتها ومشاكلها مع جوزها وطبخت ايه النهاردة وزعلانة من فلانة ليه، الناس بتزهق منها وقيمتها بتقل في عيونهم وبيستبيحوا خصوصيتها. لما تكوني في قعدة بنات وتلاقي الكل عمال يرغي ويحكي أسرار بيته، تلاقي الست اللي عندها هيبة قاعدة بتسمع، بتبتسم بهدوء وما بتتكلمش غير لما بيتوجه لها سؤال مباشر، ولما بترد بتقول كلمات قليلة وموزونة بالذهب. الغموض بيخلق حواليكي هالة من الاحترام، الناس بتبدأ تعملك ألف حساب لأنها مش عارفة انتي بتفكري في ايه ولا عارفة نقطة ضعفك فين عشان تضغط عليكي منها. كتر الكلام بيبين العيوب، وقلة الكلام هيبة. وتاني سر يا بنات، الهيبة اللي بتتشاف بالعين قبل ما تتسمع بالودن. لغة جسدك هي اللي بتدي انطباع أول للناس، الست دي خط أحمر أو الست دي ينفع نهزر معاها براحتنا. لما تدخلي مكان امشي بخطوات واثقة، مفرودة الظهر، راسك مرفوعة بثقة، وعينك بتبص قدامك مش في الأرض. ولما حد يكلمك حطي عينك في عينيه بثبات. الست اللي عينيها بتروح يمين وشمال وهي بتتكلم بتبان متوترة ومهزوزة. والأهم الحركة البطيئة، الست الرايقة حركتها فيها هدوء. لما تيجي تلتفتي لحد ندى عليكي ما تلفيش بسرعة وخضة، لفي بالراحة وبثبات. حركتك البطيئة بتعطي إيجاز إنك مسيطرة على أعصابك وعلى المكان كله. والسر التالت يا بنات هو إن الناس بتسترخص الحاجة المتاحة طول الوقت، وده قانون الدنيا. عشان الناس تعملك ألف حساب لازم يكون في حدود حمراء، مفيش مخلوق يقدر يتخطاها. الحدود دي انت اللي بترسميها من أول يوم. زي مثلا لو صاحبتك أو قريبتك بتهزر معاكي هزار فيه تلميح أو تقليل من الشأن في وسط الناس، وتضحك وتقول: بهزر معاكي يا بنتي، انتي قفوشة ليه؟ الست الرايقة مش بتزعق ولا بتبكي، هي بتسكت تماما وبتبص للشخص ده بنظرة حادة وباردة لثواني. النظرة دي بتنشف الدم في العروق، وبعدين بتقول بنبرة هادية جدا: الهزار ده ما بيضحكنيش وما بحبش حد يتكلم معايا بالطريقة دي تاني. وتغير الموضوع فورا. هنا انت حطيتي حدود حديدية بشياكة. ونيجي بقى للسر الرابع، اكتر حاجة بتهدد هيبة الست هي انها تكون خايفة. يعني اي كلمة تزعلها وتبكيها، واي مشكلة تخليها تصوت وتنهار، واي استفزاز يخليها تشتم وتغلط. الشخصيات السامة والمستفزة بتعشق الست دي لأنها سهلة القيادة وسهل نلعب بأعصابها. الست الرايقة اللي بالها طويل عندها ثبات انفعالي،
لما يحصل موقف مفاجئ أو حد يحاول يستفزها. بتاخد نفس عميق وبتستقبل الصدمة ببرود تام. برودك واستخفافك بالمحاولة هو أكبر قهر للشخص اللي بيحاول يهزك. لما يشوفوكي ثابتة وبتفكري بعقل ومش بتتهزي، هنا هيبتك بتزيد في عيون الكل، والكل بيعرف إنك ست تقيلة ومفيش ريح تهزك. والصوت العالي يا بنات بيضيع هيبتك وأنوثتك في ثانية واحدة. الصوت العالي دايما دليل ضعف وقلة حيلة، مش دليل قوة خالص. الست اللي عندها هيبة لما بتتكلم بتجبر اللي قدامها إنه يسكت عشان يسمعها من كتر هدوء صوتها ونبرتها الواثقة. اتعلمي تتكلمي بنبرة منتظمة، لا سريعة أوي فالناس تفتكرك متوترة، ولا بطيئة ومملة. الكلمات بتطلع مخرجها واضح وبثقة. لما تلاقي القعدة صوتها عالي، اخفضي انت صوتك بزيادة. الحركة دي سحر بتخلي الكل يهدى غصب عنه عشان يتماشى مع برستيجك. أما السر السادس يا بنات، الست اللي بتقول على كل حاجة وبتيجي على وقتها وصحتها وبيتها عشان ترضي فلان وعلان. الناس مع الوقت بتعتبر ده فرض عليها وما بتقدرش تضحيتها. زي مثلا حد يطلب منك مشوار أو حاجة فوق طاقتك فتتحرجي وتقولي حاضر وانتي متقدرة. الست الرايقة بتعترف وتقول لأ بمنتهى الشياكة والابتسامة، والله يا حبيبتي كان ودي أساعدك بس وقتي مش هيسمح النهاردة، من غير ما تقعدي تقدمي مبررات طويلة وقصص وتدافعي عن نفسك. كلمتين وبس. الرفض الشيك بيعلم الناس إن وقتك غالي وإنك شخصية مستقلة ليها كلمة. والسر السابع من أكتر الحاجات اللي بتهز هيبة البنات هي إنك تكوني دايما مستنية رأي الناس عشان تطمني. ايه رأيكم في لبسي؟ أنا عملت كذا صح ولا غلط؟ أنا شكلي حلو ولا لأ؟ الست الرايقة بتلبس اللي عاجبها وبتتصرف بالصح اللي يرضي ربنا ويريحها. ثقتها نابعة من جواها لما تبطلي تسألي الناس عن رأيهم في كل تفصيلة. هما لوحدهم هيبدأوا يبصوا ليكي بنظرة الإعجاب ويطلبوا هما رأيك. خليك انت المرجع، مش الشخص اللي بيدور على شهادة معاملة حسنة من الآخرين. وصلنا للسر الثامن. في بنات تلاقيها في كل مناسبة، في كل خروجة، في كل مكالمة، دايما متاحة وموجودة وسهلة الوصول ليها. الغياب المدروس بيزود القيمة والهيبة. مش كل عزومة تروحيها، مش كل مكالمة تترد عليها في نفس الثانية، مش كل قيل وقال تدخلي فيه. لما تكوني مش متاحة طول الوقت، حضورك لما بتحضري بيبقى ليه طعم تاني ولهفة. والناس بتعمل حساب للوقت اللي هتقعديه معاهم، لأنهم عارفين إن وقتك مش ببلاش وإنك ست وراكي اهتمامات وحياة تانية أهم. أما السر التاسع، الست اللي عندها هيبة ما بتجريش على السوشيال ميديا أو وسط الأعداد تستعرض جوزها جابلها ايه أو اشترت ايه أو رايحة فين. كتر الاستعراض بيبين إن الشخص محروم أو مهزوز ومستني الناس تقول واو. لكن الست التقيلة الرايقة بتعيش حياتها وتنبسط في وسط الصمت، والنعم اللي عندها بتظهر عليها بالبركة والشياكة مش بالمنظرة والتفاخر. الصمت عن النعم بيخلي الناس دايما شايفاكي انك اعلى واكبر من الحاجات المادية دي، وده بيديكي برستيج ملكي. واخيرا السر العاشر، ده بقى اساس العشر اسرار كلهم وجوهر كتالوج الست الرايقة. ازاي عايزة الناس تحترمك وانتي بتقللي من نفسك، سواء بانك بتقبلي الاهانة او تهزري هزار رخيص او تدخلي في خناقات في الشارع او على السوشيال ميديا وتنزلي المستوى مش بتاعك. احترمي سنك، احترمي شكلك، احترمي برستيجك. المكان اللي ما تلاقيش قيمتك فيه انسحبي منه فورا بشياكة ومن غير شوشرة. والشخص اللي يقلل منك اقطعيه من حياتك بدم بارد. طول ما انت حاطة نفسك في مقام عالي، الناس غصب عنها هتحطك في نفس المقام وتعملك ألف حساب. وفي النهاية يا حبايب قلبي، العشر أسرار دول هما دستور الست الرايقة اللي برستيجها بيهز المكان. عيشي بسلام وخليكي دايما واثقة في نفسك وفي خطواتك. ولو عجبكم الفيديو الدسم بتاع النهاردة، اكتبولي في التعليقات انهي سر
من 10 تحسوا انكم محتاجين تشتغلوا عليه الفترة اللي جاية. ومستنية تشتركوا في قناتنا بهدوء مع منى عشان نكبر لمتنا سوا. كانت معاكم منى، يا رب دايما رايقات وفي أجمل حال. سلام.